قبيلة سوماتا إيسوماثن، جذور التاريخ وذاكرة الجبال وهوية شمال إفريقيا العميقة. تعد قبيلة سوماتا وتسمى أيضا سيماتا وبالأمازيغية إيسوماثن من أعرق القبائل الأمازيغية الجبلية في شمال إفريقيا، وهي قبيلة مغرقة في القدم ذات امتداد تاريخي وجغرافي واسع. ارتبط اسمها بالجبال والممرات الاستراتيجية والمقاومة والعلم والزوايا والذاكرة الجماعية. تنتسب سوماتا تاريخيا إلى قبائل نفزة الأمازيغية، إحدى أقدم المكونات القبلية في المغرب الكبير، وهو نسب ذكرته مصادر تاريخية كبرى، وعلى رأسها العلامة ابن خلدون في موسوعته الشهيرة ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. الأصل العرقي والامتداد التاريخي. الجذور الأمازيغية. سوماتا قبيلة أمازيغية صرفة في أصلها، تنحدر من نفزاوة، وهي نفس السلالة الكبرى التي تفرعت عنها. قبائل تاريخية معروفة مثل مغراوة، زناتا، لواتا، والهاصة، زتيمة، وهو ما يجعل سوماتا جزءا من البنية العميقة للهوية الأمازيغية في شمال إفريقيا، لا كقبيلة محلية فقط، بل ككيان حضاري ممتد عبر القرون. الارتباط الإفريقي القديم. تشير الروايات التاريخية إلى أن الجذور الأولى لسوماتا تعود إلى إفريقيا القديمة، تونس وليبيا حاليا، قبل أن تنتقل وتستقر في مناطق المغرب الأوسط والمغرب الأقصى ضمن الحركات السكانية الأمازيغية الكبرى. سوماتا في المصادر التاريخية القديمة. عند ابن خلدون ذكر ابن خلدون سوماتا ضمن بطون نفزة، واعتبرها من القبائل العريقة التي استقرت في مناطق استراتيجية، خاصة خلال عهد الدولة الموحدية، حيث أوكل إليها تأمين مضائق وادي جر، وهي ممرات حيوية تربط متيجة بسهول الشلف وغرب البلاد. في المصادر الكلاسيكية الرومانية يرجح عدد من الباحثين أن قبيلة سوماتا قد تكون هي نفسها قبيلة أفاستوميتس التي ذكرها الجغرافي الروماني بطليموس ومؤرخه الفترة الرومانية، والذين وصفوا قبائل كانت تسكن جبال غرب متيجة، الأطلس البليدي الغربي الظهرة، منذ أكثر من 1800 سنة، وهو تطابق جغرافي وتاريخي يعزز فرضية الاستمرارية القبلية. وهذا الربط هو فرضية تاريخية مرجحة وليس حقيقة قطعية، وهو أمر طبيعي في الدراسات الأنثروبولوجية القديمة التي تعتمد على التقاطع الجغرافي واللغوي أكثر من الوثائق المباشرة. والتوزيع الجغرافي لسوماتا في الجزائر. تتمركز سوماتا في البليدة، عين الرمانة، موزايا، عفرون، وادجر، تيبازا، حمر العين، بوركيكا، المدية، تامزجيدا، ذراع السمار، عين الدفلة، بومدفع، ويمتد وجودها كذلك إلى برج بوعاريريك، بسكرة، أولاد السماتي، تيزي وازو، آيث، جناد، إيسوماثن، الزاب، الأوراس، تيسمسلت، الظهرة. في تونس يوجد حضور لسوماتا قرب العاصمة ضواحي بنزرت الجنوب التونسي، ويقال إن بلاد الجريد ووادي سوف تمثل موطنا قديما من مواطنهم الأولى. في المغرب الأقصى توجد سوماتا في جبالة الريف الغربي محيط طنجة، وهو ما يجعلها قبيلة عابرة للحدود الحديثة ذات هوية شمال إفريقية جامعة. الحدود الجغرافية لعرش سوماتا: شمالا سهل متيجة، جنوبا هضبة طيطري، عراش، هوارا وريقة، مدينة المدية، شرقا عرش موزايا، غربا بني مناد، بوحلوان، وامري، ريقة. موقع استراتيجي جعل سوماتا لاعبا تاريخيا في طرق التجارة والتنقل العسكري والسيطرة على الممرات الجبلية. البنية القبلية التقليدية. كان عرش سوماتا مقسما تقليديا إلى 17 قبيلة موزعة على منطقتين: وارد، وادي السبت، بني مويمن، يصمت، تسوري، بني محسن، المعايزية، الإدريسية، الروابح، زواوة، 2 واجر، واد جر، بني جماعة، الساحل، الدحمنية، معايف، بوهامو، أولاد محمود. الهوية اللغوية والثقافية. رغم اندثار اللغة الأمازيغية في المنطقة منذ قرابة قرن، إلا أن آثارها ما تزال حية في أسماء الأماكن: تالا ولما تالاوين، تيزي قاضي، يصمت، مازر، تافرنت، أزيرم،
بوغيلاس، واد ترخمامين، واد بوملال، واد تمسيسين. العادات والتقاليد الفروسية، اللباس التقليدي، الاحتفال بيناير، الأكل الشعبي، البيت الأمازيغي، الألعاب التقليدية ثاكورث، الدور التاريخي لسوماتا، مقاومة الرومان، مقاومة العثمانيين، المشاركة في الثورات الشعبية، المساهمة الكبرى في ثورة التحرير، تقديم آلاف المجاهدين والشهداء، التهجير القسري خلال الثورة، النزوح خلال العشرية السوداء. كل ذلك أدى إلى تفكك جزء من البنية الثقافية، لكنه لم ينهي الهوية. إعلام سوماتا من رجالاتها المنذر بن سعيد، قاضي قرطبة، لالا سارة السوماتية، الشيخ مبارك السماتي، الشيخ محمد بن العابد السماتي. ومن صلحائها سيدي أحمد مزوار، سيدي سلام العروس، مولاي الحراق. ارتباطها الروحي بسلسلة مولاي عبد السلام بن مشيش. خلاصة: قبيلة سوماتا ليست مجرد عرش، بل نظام تاريخي متكامل، هوية بلس أرض بلس ذاكرة بلس ثقافة بلس مقاومة بلس علم بلس تصوف. لكن من الضروري التمييز بين الوقائع التاريخية الموثقة والفرضيات الأنثروبولوجية والذاكرة الشعبية، حتى لا يتحول التاريخ إلى أسطورة ولا تضيع الحقيقة بين العاطفة والهوية. خاتمة: سوماتا ليست مجرد اسم في كتب التاريخ، بل ذاكرة جبال وهوية شعب وجذور حضارة، وشاهد حي على عمق الوجود الأمازيغي في شمال إفريقيا. سوماتا ليست قبيلة فقط، بل أرض التاريخ. إذا أعجبك هذا العمل الوثائقي، لا تنسى دعم القناة بالاشتراك والتفاعل لنستمر معا في كشف تاريخ القبائل المغربية وهويتها العميقة.